مرض السكتة الدماغية من أخطر أمراض في العصر الحديث، هو السبب الأول للإعاقة على مستوى العالم، والسبب الثاني الوفاة. بمجرد الإصابة بيه بنكون في سباق حقيقي وحاسم مع الزمن لإنقاذ حياة المريض، لأن كل دقيقة بتمر من غير تدخل طبي دقيق وسريع بتكلف المريض جزء من حركته، وعيه، أو حتى حياته. ومن هذا المنطلق احنا أخذنا على عاتقنا في جمعية الشرق الأوسط والشمال أفريقيا للأوعية الدماغية والأسرة المخية هدف واضح ومستمر، وهو تطوير المنظومة الطبية وتدريب كوادرنا الشابة للارتقاء الدائم بمستوى الرعاية الصحية لمرضى السكتة الدماغية في مصر، ومش بس مصر، في الشرق الأوسط وأفريقيا. احنا بنسعى دايما لتتويج جهودنا بإقامة مؤتمر طبي عالمي كل سنة، هو الأكبر في مجال علاج السكتات الدماغية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبنفخر باستضافته على أرض مصر عشان نجسد تفوقنا في هذا المجال العلاجي الدقيق، ونحقق الربط بين أحدث الابتكارات العلمية والتطبيق العملي المباشر. وده هيساعد بشكل كبير جدا في الوقاية وعلاج السكتات الدماغية، تطوير المنظومة العلاجية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. السنة دي عندنا 80 خبير أجنبي غرق من 36 دولة، وعندنا تسجيل لحوالي 3000 طبيب، بيحط المؤتمر بتاعنا في مصاف المؤتمرات العالمية.